السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، كل سنة وانتم طيبين. مستمرين طبعا في وصفات العيد. هنعمل مع بعض النهارده المنين بالعجوة او القريش الفلاحي بطعم وريحة زمان. هتطلع معانا مقرمشة وكمان الحشوة دايبة دوب. ان شاء الله الوصفة تعجبكم وتجربوها كده للعيد. اهم حاجة ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير، ويلا بينا هنبدأ كده مع بعض. معايا كده في البداية ربع كوباية من الحليب الدافي. ضفت لها كده معلقة صغيرة من الخميرة وكمان معلقتين كبار من السكر. هنبدأ كده نقلبهم كويس جدا. الخطوة دي طبعا بتتأكدي فيها ان الخميرة نشطة معاكي. هنسيبها كده على جنب. ومعايا كمان نص كيلو من الدقيق المنخول. هضيف له كده نص معلقة صغيرة من المحلب او ريحة الكحك بنجيبها من اي عطار. وكمان نص معلقة كده من البيكنج باودر. قلبتهم كويس جدا مع بعض. وكمان هنضيف لهم كده 3 معالق كبار من السمسم المتحمص. بيفرق جدا يا جماعة في الطعم. كمان المتحمص بيظهر كده معانا في الخبيث. يعني لو عندك سمسم ابيض ممكن تحمصيه على النار. ضفت كده كوباية او مج من مج الشاي سمنة كده على البارد. مسيحينها بس كده. وكمان هنبدأ كده نبس كويس جدا في العجينة. اهم حاجة طبعا في الكحك ان احنا نبسه كويس جدا. بتبدأي طبعا بتبسي كويس خالص علشان الدقيق يتشرب المادة الدهنية كلها. طبعا لو عايزاه ناعم شوية ممكن تضيفي نص كوباية كمان. بس احنا طبعا عاملين كحك ناعم قبل كده. فاحنا النهاردة ان شاء الله عايزينه مقرمش معانا. فضفنا بس مج واحد من مج الشاي. والخميرة ما شاء الله عليها خمرت كده معايا. نزلت كده بالخميرة وهبدأ كده اقلب. ولو احتاجت مني شوية من المية ممكن اضيفهم. وكمان ممكن تستبدلي خالص الحليب بالمية. احتاجت مني كده معلقتين كبار من المية. ضفتهم كده. هبدأ طبعا ألم العجينة. أنا مش هعجن خالص. الكحك يا جماعة ما بيتعجنش. طريقته سهلة جدا وبسيطة. جربيه إن شاء الله والوصفة تنجح معاكي. خلاص بدأت كده ألم العجينة بتاعتي. هبدأ كده أغطيها. هسيبها بس ترتاح. هي ما شاء الله عليها طرية وجميلة جدا معايا في ايديا كده. هسيبها 10 دقايق. اكون طبعا عملنا كده مع بعض الحشوة بتاعتها. معايا كده نص كيلو من العجوة. هضيف لها كده معلقتين كبار من السمنة السايحة. وهبدأ طبعا بتعجيني كده بايديكي بالراحة لان الجو لسه برد. فهي طبعا متجمدة كده معاكي. هنبدأ كده نعجنها كويس جدا. وهبدأ كده طبعا ألمها كده مع بعض كويس. وعلشان هنعمل كده مع بعض الحشوة. تبدأي كده تعملي قطعة كده بقطعة. وبتبططيها كده بايديكي او بالنشابة. براحتك خالص المتوفر عندك بتعمليه. بنبدأ كده طبعا بنقطع القطعية بالنشابة كمان. ممكن كمان تمشي كده النشابة عليها. احنا كده بنعمل القطعية على حجم قطعة العجين. يعني نص كيلو من العجين بياخد معاكي نص كيلو من العجوة. وهنبدأ كده نقطع الكمية كلها مع بعض. سيبنا كمان العجينة كده ترتاح. وكمان انا مسخنة كده في الوقت ده الفرن على الهادي خالص. لازم طبعا اي كعكة او اي قرقيش بتدخل كده على فرن حامي. يكون طبعا مسخن كده مسبقا. انا كده خلصت كمية العجوة طبعا. وهنبدأ كده نجيب كده حتة عجينة صغيرة كده. وهنبدأ طبعا نقطع كده في القراقيش. العيش الفلاحي طعمها جميل جدا. احنا عملناها النهاردة على البارد. كنا عملنا قبل كده الكحك الناعم على السخن طبعا. كنا هتحلوا السمنة. فانت جربوا الوصفة دي وان شاء الله برضه هتعجبك. بتجيبي كده طبعا قطعة من العجينة وبتفرديها. وطبعا على حسب كده حجم العجينة بتقطعي كده قطعية العجوة. وبنبدأ كده ما تشديش العجينة زيادة عن اللازم عشان ما تتقطعش منك.
محتاجة كده قطع من العجينة، بتجيبي كده قطعة بقطعة وتلزقيها كده كده، احنا هنقلب اصلا العجينة فمش هتبان ولا تظهر فيها اي حاجة. وصفة سهلة جدا بسيطة جدا، هتاخدي طعم وريحة زمان ان شاء الله. قرايش ريحتها وطعمها جميل جدا، ريحة الكحك كمان او المحلب دي بتفرق معانا جدا في الطعم وكمان في الريحة. مشي بس عليها المشاية اسفة النشابة بسيط خالص علشان تساوي بس السطح بتاعها بقطعة عجين او بقطعة بيتزا او بسكينة المتوفر عندك. تبدأي كده طبعا بتقطعي كده القرايش، القطعية او الحجم بتاعها طبعا يرجع لرغبتك. هنبدأ كده نرص في الصاج. طبعا ما شاء الله الحجم كويس جدا وكمان الحشوة ظاهرة فيها. هنبدأ كده نرص القرايش بتاعتنا. طبعا زي ما قلت لو عايزاها ناعمة شوية عن المقدار ده ممكن تزودي كده على المقدار نص كوباية من السمنة. طبعا مسخنة الفرن، هندخل كده القرايش الفرن وان شاء الله هنرجع كده مع بعض تاني عشان وقتكم وقت الفيديو. طبعا انا مظبطة النار قبلها كده ب10 دقايق، وكمان بتدخل كده اي قرايش محشية او اي كحك محشي بتدخل كده على فرن حرارته 180 درجة على الرف الاوسط علشان الحشوة ما تنشفش منك. يعني ما تهديش النار عليها، لازم تدخل على فرن سخن. ده شكلها النهائي ما شاء الله عليها. طبعا الحشوة دايبة دوم جواها ومش ناشفة ولا اي حاجة ولا لونها اتغير، كمان واخدة لون من تحت ومن فوق لون موحد. ان شاء الله الفيديو يعجبكم، الوصفة كمان تعجبكم. كل سنة وانتم طيبين وفي رعاية الله.